كيبدا الفيلم في الفلبين عام 2018. واحد الدري كوري هربان وكيطلب المساعده. تابعينو وحدين باغيين يصفيوها ليه. وصل لواحد الزنقه تلاقى مع البوليس دايزين، طلبهم عاونوني راه اختطفوني وباغيين يقتلوني، وهاكو الادله كامله كاينه في هاد اليو اس بي. مع وصلات واحد الطوموبيل نزل واحد قتل البوليس بجوج والدري حتى هو هذا تشانكي. في الوقت اللي في كوريا واحد الجوج مشاو لواحد البنيقه غيخبيو لا دروغ في واحد الشق في الحيط. مع حطوه جاو ليهم البوليس من جوج جويه، ويجي صاحبهم بواحد الموتور شافهم ديما بغا يهرب، ولكن الموتور ما زادش. دار لقى البوليس يسوكدو هاز لي رويضه اللورانيه. المهم البوليس غادي يمشيو لواحد العماره ويطلعوا يحصلوا مالين المخدرات. ما كاينش لاسونسور، يعني ضربوها على رجليهم حتى للسطح. غيحلوا ديك البراكه اللي في السطح لقاوهم دايرين واحد الكرياج وسادينه. دوك خياتنا غادي يبداو يخبيو المخدرات والتليفونات، والبوليس يسوكدو غادي يبدا يحاول مع داك الكرياج باش يهرسوا. والبوليس كانوا قطعوا الضوء وقطعوا الماء. دوك خياتنا ما لقاوش باش يدفعوا المخدرات في الطواليت ولا الضوء باش يحرقوا التليفونات. البوليس يسوكدو نطر الكرياج من الحيط بحال شي وحش تبارك الله صحاح، وبدا يبن دخليه في بنادم ويخبط فيهم. جمعوا التليفونات والمخدرات ولقاهم كيخدموا بواحد لابليكاسيون كيبيعوا بها المخدرات. المهم غادي يمشيو يتخباو وغيبداو يتسناو دوك اللي كيديروا الديليفري ديال المخدرات. وصل واحد عطاه داك سوكدو واحد الطرشه مهوره ودخلوا مع خوتو اللي كتار بزاف. وفي الليل البوليس مجموعين كياكلوا وشكراتهم مولات داك المطعم. سوكدو قال لهم هذه راه مرات واحد البوليسي مات في الخدمه وكتربي بنتها من هذا المطعم. ويسولهم على شكون هذا البروغرامور اللي يكون صايب هذا التطبيق هذا. قالوا ليه راه درناه روشيرشي ولكن لقيناه مات مقتول، قتلوه في الفلبين ويلا رجعوا الجثه ديالو كيشرحوا فيها. الغد ليه مشاو عند الطبيبه اللي شرحات الجثه، قالت لهم راه ضربوه وقتلوه موس في القلب، وراه ملي قلبت في الدوسي ديالو بان لي راه نقص 20 كيلو في مده قليله. راه كان غالبا كيتعرض لشي معامله خايبه والتعذيب. سوكدو غادي يخرج وغادي يتلاقى مع موت هذاك الدري. قالت لي راه سمعتو كان روشيرشي، شنو دار؟ راه لقى خدمه في الفلبين ومن تما ما بقيتش قدرت نتواصل معاه. سوكدو قال لها راه ما عرفناش، ما بغاش يزيد عليها. هو يسولها شنو سميت الشركه اللي خدم فيها. قالت لي شي شركه سميتها اتش بي تريندين، وقال لها غادي نقلبوا عليها ونقول لك شنو كاين. ومسكينه شافت ولدها تألمات وبقات بزاف البوليس يسوكدو. وغنمشيو دابا للشركه كيو ام اللي الرئيس ديالها جانك. غيقول الشركاء ديالو هذه راه واحد الكلي فيها عمله رقميه، روجوا ليها راه قريب نطلقوها. قالوا لي راه سمعنا راه صعيب دير شي عمله رقميه في بورصه كبيره. هنا غادي يشرح لهم داك الخبير المالي اللي معاه سميتو كو. قال لهم راه بقى لي غير واحد المراجع من وزاره الماليه يقبل وغادي ندوزوها رسميا. دوك الشركاء قالوا لجانك انت عبقور في التقنيات من صغرك، كنثيقوا فيك. ونرجعوا للفلبين اللي واحد الدراري بروغرامور حتى هما محتجزين غادي يعطيو واحد الرابور لداك اللي شادهم، ويقول لهم سمعتوا شنو طرا داك تشو سونغ راه هو اللي بغى يهرب ياك، باش عمرهم يفكروا يهربوا. وغيبانوا لينا راه مقابلين واحد السيرفر ديال الكازينو اونلاين اللي كيديروا فيه القمر بالانترنت لايف. المهم الرابور ديالهم وصل للزعيم تشانكي، هو اللي كان قتل داك الدري وكاع حيت هو زاد الاعضاء ولكن ما زادوش الفلوس. وغادي يوجد يمشيو لوحدين المنافسين ديالهم. وفي هذا الوقت في مركز الشرطه في كوريا عرفوا ان داك تشو سونغ اللي مات ماشي هو اللي مصوب التطبيق ديال بيع المخدرات، ولكن هو كان صوب التطبيق في الكليه كيشاركوا فيه الدروس والمحاضرات وداروا اوبن سورس. سوكدو قال ليه نمشيو قبل ما يسدوه ياك اوبن. قالوا لي لا راه ماشي حانوت محلوله صاحبي، راه كود ديالو متاح للجميع يقدر يخدم به اي واحد ويزيد يبدل فيه شي حاجه. قال لهم سوكدو وقولوا لي نيشان راه تشو ماشي هو اللي صوبوها صاحبي، ما عندوش مع هادشي ديال التكنولوجيا. المهم غادي يعيط لمو باش يعرف معلومات اكثر، ولكن لقاها حتى هي ماتت. مشى لبلاصه الجنائز عندهم وعطاتو الموظفه تما واحد الرساله خلاتها السيده مكتوب فيها خذ لي حقي من اللي قتل لي ولدي. سوكدو غادي يتاثر بزاف. ونرجعوا ثاني للفلبين. تشانكي غادي يمشي مع العصابه ديالو لواحد الكازينو ديال المنافسين، وغادي يعطيو الامر لدوك الدراري البروغرامور المختطفين باش يهجموا على السيت ديالو. وهما وصلوا ليهم وغيدخلوا عليهم بواحد القروه وغيهجموا عليهم. ما كاين غير الجزير، ما كاينش الرحمه، كيتضاربوا بالماس والقضيه مجزاره. مع جا ليهم واحد من دوك صحاب الكازينو بفردي وبدا يتيري، ولكن تلاح ليه داك تشانكي دق فيه موس وغيجبد حتى هو فردي وغيفرق عليه راسو سفاح ود الحرام. وغيدخلوا يخونوا ليهم السيرفر ديالهم. ونرجعوا ثاني لكوريا للبوليس جابوا واحد الخبيره في الجريمه الالكترونيه وكتشرح لداك سوكدو كيفاش تشو سونغ داك الدري اللي في الفلبين دار واحد الكلاود متزامنه مع السيرفر ونسخ فيها كاع دوك المعلومات. سوكدو ما فهم والو من هادشي. شرحت ليه ديك الخبيره اللي سميتها هان راه بحال ملي كتشري تليفون جديد وكتدخل فيه داك الشيء القديم اللي كان في التليفون الاول. قال لها ما كنبدلش تليفون راه غيمشيو ليا الكونتاك. قالت ليه راه داك الشيء علاش كنديروا هاد السانكرونيزي، هذا هو التزامن. قال لها شوفي المهم واش
التصاور هو اللي خلاهم ياك. قالت لي ولكن راه مع دخلت للكلاود نجبد داكشي شي واحد دخل وبدا يمسح في المعلومات. البوليس اللي معاه قالوا لي واقيلا نعطيو هاد القضيه للامن السيبراني، راه صعيب علينا، حنا معنا بوليس ما نفهموش هادشي كيمعنيو عليه. ويقول لهم هذه جريمه فيها القتل، داكشي علاش غنبقاو حنا اللي شادينا. ويقول لها سوكدو انت شدي لي موالين هادشي ديال البيسيات وانا نشد اللي كيقتلوا. وغيبان لينا سوكدو غادي يمشي عند تايسو اللي هو الكوميسير ديالو. قال ليه راه صيفط لك واحد الطلب الله يحفظك لما قبله. تايسو قال ليه لا راه جريمه رقميه هذيك ماشي ديالك، انت بقى تضرب ليا غير في شماكريه وبعاد من هادشي راه غيضحكوا عليك الناس. قال لي راه ديك اليد نشوف واش دابا دخلت عليك بالله هاد اليد ديال البيسيات ولا ديال التبنديخ. سوكدو مرضاش ويقول لي حقرتيني ياك، يلا شنو هي سانكرونيزي في الكلاود. شتي انت اللي مكلخ في هادشي، راه بحال التليفون جديد كتجيب لي واحد الغيمه كتدخل انستالي فيه داكشي، شتي انت اللي مكلخ. وقال لي شوف راه وجدنا كلشي، خاصنا غير نجيبو شي وحدين من الجريمه الرقميه يعاونونا ونبداو التحقيق. في هذا الوقت في الفلبين داك تشانكي عيط للرئيس جانغ، قال ليه راه قضيت الغرض. جانغ فرح وقال ليه غادي نعطيك مشرف على الموقع، شحال من عضو دخلتي؟ تشانكي قال ليه راه 300,000. الرئيس قال ليه صافي زيد واحد 100,000 اخرى وغادي نزيدك 10% في النسبه. تشانكي قال ليه هاد المره كون هاد الكلمه ديالك وقطع عليه. هذاك الرئيس جانغ ما تسرطاتش ليه ديك القطعه. وغيبان لينا ان فيما كيتزاد العدد في الكازينو خاص الموافقه ديال الرئيس باش داكشي يكمل، ومأمن داكشي بالبصمه والكود. في هذا الوقت الكوميسير تايسو وصل مع واحد جوج خبراء من قسم الجريمه الرقميه وباغيين يبداو. هان غدا تشرح لهم انهم خاصهم يبداو من الزيرو حيت المعلومات اللي عندهم قليله على موقع الكازينو. الكوميسير تايسو غادي يكا حيت قالوا ليه راه عندهم المعلومات خاص غير يبداو. سوكدو قال ليه راه عندنا المعلومات ولكن دابا عاوتاني خصنا نبداو من الزيرو، وبدا يراوغو في الهضره. هان واللي معاها لقاو موقع الكازينو سميتو كازينو الامبراطور، ومنين صيفطاتو ليهم قال لها البوليسي راه ما كيخليوكش تدخل، خاص تكون شي واحد دار لك الدعوه وتحط الفلوس. داك الخبير كان قال لهم خاصنا الفلوس وما عندناش الميزانيه. سوكدو قال لهم انا غادي نتكلف بالفلوس. غيخرج مع تايسو ويقول لي زيد نخدموا على برا. وهانو يطلبهم يديوها معاهم تخدم سيور تيران عمرها ما خرجات من البيرو. وغيبان لينا في واحد البار جوج عصابات منوضينه شكون يغيبيع الشراب تمايا. مع وصل الكوميسير والبقيه هما يبداو يدفعوا في الكوميسير. كما العاده تدخل سوكدو وبدا يبندخ ليا في بنادم عنده شي ضرب بحال الدب البري. سوكدو قال دوك رؤساء العصابه مالا درعاوين عندكم هجموا علينا. قال لي راه جداد ما عرفوكمش غير سمح لينا. قال لهم راه كنعيط لكم علاش ما كتجاوبوش. بداو يتشكاو عليه، واحد كيتعدى على المنطقه ديال الاخر ويقول لهم غادي تسامحوا ولا غنشدكم دابا. هما يتسامحوا بحال شي دراري صغار. شويه قال لهم سوكدو راه انت 5000 وراه انت 3000 غيجبدوا ليه الفلوس وعطاهم الهان تخدم بهم. ويسولهم واش كتعرفوا شي واحد كيدير هاد الكازينوات اونلاين؟ من تعرفوا عيطوا ليا. مع يخرج واحد قال لاخر شتو تفنتر، قال لي راه كياكل لينا رزقنا راه بالسيف. نرجعوا عاوتاني للفلبين غنشوفوا هاد شوي سونغ مهرب ديال الحوايج كيدير بهم غسيل الاموال للرئيس جانغ. وصل عنده تشانكي قال لي ما غاديش تصيفط هاد المره الفلوس للرئيس. قال لي واخا انا معاكم اخويا، خاف على راسو. تشانكي عيط للرئيس جانغ قال لي مازال ما زدتينيش الفلوس ديالي وتا انت ما غيوصلوكش فلوسك. جانغ قال لي صيفط الفلوس ما تكونش طماع وقطع عليه، رد ليه الصرف ديال القطعه. فرحان تشانكي غادي يقرر يرجع ليه لكوريا. والرئيس جانغ غادي يقول داك المساعد ديالو كو كيبان لي نكلفك بواحد الكازينو الا هنيتيني من اللي مقابلو راه دار لي الصداع. وفي هذا الوقت البوليس كيتغداو وهو يسولهم الكوميسير تايسو فين وصلتوا، راه خاصني نعطي الرابور ديال النتائج. شرحوا ليه راه القضيه صعيبه، داكشي كاين خارج البلاد خاصو الوقت. سوكدو هو يعيط لدوك خياتنا ديال البار اللي دايرين لي نيت صونيت ديال البوليس، عطاو سميه ديال واحد كان داير كازينو في الانترنت ودار فايت. وشويه غنشوف واحد البورش الصفراء نزل منها واحد المفروح، دخل واحد الصال دو جو ديالو وبدا يتيستي في واحد البانشين ماشين جديده. وصل 8000 وقالوا لي دوك اللي معاه وصلتي للطوب راه حيت حنا مبلوكينها في 8000. دار فيهم نزلوها ل 7000 باش حتى واحد ما يربح. مع سمع شي واحد كيلعب ليه في الكلاكسون ديال ديك البورش ويكا. سوكدو اللي كان كيلعب ليه في البورش وجا ليه معرفه قديمه فايت خدم معاهم. قال لي وليتي تغش في هادشي باش دير بنادم رزقو وغيجرب نيت. مع ضربه هو يحطم السكور وصل للاخر ديال ما كانوا لا غاشين لا والو. هذوك اللي خدامين ما بغاوش يحرجوا الباترون ديالهم قبيله. المهم غادي يديه معاه وبدات هان كتسول فيه كيفاش درتي البروغرام لذاك الكازينو. يقول املني بنت لك ستيف جوبز راه شريت داكشي، وحدين كيخطفوا المبرمجين وكيخدموهم داكشي رخيص، ولكن انا راه نزيه خدمت داكشي نقي عندكم تصحبوني بحالهم. وراو السيد ديال الكازينو الامبراطور وقال لهم راه هذا هو اللي بغيت ندير بحاله، راه كيدخلوا شي 70 مليون دولار في العام. بدا يشرح لهم في واحد البواطه ديال كلينيكس فيها الاشهارات راه هاد المطاعم اللي كيبانوا لكم هنا مختلفين راه واحد اللي مالكم داكشي ديال الاحتكار. سولاتو على منين خدموا السيرفر، قال لها راه من الفلبين. وهي تسولو شحال ديال الوقت ضربتي معاهم، يقول لها راه 3 ايام وجاو ليا وحدين خربوا ليا كلشي كنت غادي نموت جاب الله هربت. وغيبغيو يعرفوا فين كاينين، غيوريهم غير الوكاله ديالهم وقال لهم نتوما اللي محققين خاصكم تكونوا عارفين هادشي. وراه
وراهم البلاصه وغيديوه معاهم. هان دارت براسها معاه وجالسين مقمرين في واحد الطابله، هو يبدا يخسر لهم في الفلوس بالعاني. كان غادي يفرشهم، هان ضلقمات وكان غادي يفرش راه بوليسيه في الهضره. المهم خسر لهم الفلوس كامله وناض للكونطوار وبدا يغوت. هاد الشيء راه ممل صاحبي. ما جا عنده واحد قال ليه بغيتي شي حاجه كبيره انا نوريك. داه وغادي يبدا يشرح ليه داكشي ديال الكازينو اونلاين. دار فيه هاد الشيء راه ديال الالعاب ديال الدراري الصغار صاحبي. رجعته هانا غا بزز السيد عاش في الدور. قال لي الاخر لا راه كاين موقع ديال الكازينو الامبراطور ما تقدرش تبدا الا بمليون. مع سمعها قال المحقق في الميكرو سمعتي هاد الشيء فرشها. الاخر هرب وغادي يجيو ليه البوليس يحبسوه. ضربوا معاه ما فكا غا سوكدو. غيدير الطوموبيل وقال ليه دوي قول لي كلشي. هو يبدا داك المفروح يدور على الطوموبيل. قال لي سوكدو هذا راه سفاح شينوي ما كيحملش اللي يدي ليه رزقه راه يصفيه لك. الاخر تخلع وغادي يبدا يدوي. قال لي راه كاين واحد مخدمني سميتو تشوي سونغ وكيدي لينا 70% وكيخلي لي غير التفرتيت. سوكدو قال لي ولد الحرام كيستغلك بقيتي فيا. وفين هو دابا؟ المهم مشاو للمطار يتسناوه وداز من قدامهم داك جانكي ولكن ما عرفوش. بان ليهم خونا تشوي سونغ غادي يتبعوه لواحد ستور ديال الحوايج. وصلوا غادي يدخلوا عليه البوليس. هو شافهم ويهرب بقى هربان تخرج من واحد الباب نيشان في الطوموبيل. سلم عليه سوكدو مرحبا بك. وفي هذا الوقت تشانكي وصل للشركه ديال رئيس جانغ وداك جانغ تخلع منه قال لي واش المرتزقه كاملين بحالك تعرفوا يتسللوا هكا ويخلعوا بنادم؟ غيجاوبوا زيد لي الحصه ديالي بلا ما نكثروا في الهضره. غيبداو يشرحوا لي راه باغي نديروا واحد العمله الكترونيه ولا نجحنا راه ما غنبقاوش نضربوا على شي ديال الكازينو غادا تدخلنا فلوس كثيره. نقص داك الخبير المالي كولي مع الرئيس وقال لي راه وقيلا ما فهمش. حقد عليه تشانكي وكمدها وسكت. رئيس جانغ غادي يصدروا قال لي سير قضي لي الشغل مع داك المراجع اللي باقي باش دوز لينا العمله. هو يقول تشانكي تكلف لي بهذا المراجع ونعطيك الكازينو كامل يولي ديالك. وفي الليل البوليس بانوا لينا اكتشفوا ان داك تشوي سونغ كيغسل الاموال كيصاوب حوايج ماركات مزوره وكيدخل فلوس الكازينو لكوريا. غيبداو مع التحقيق وبدا ينكر كلشي. قال لهم راه الا دويت غادي يقتلوني. شويه قالوا لي واش كتسمع بغرفه الحقيقه بحال داكشي ديال القرعه عندنا حنا. تخلع وغيبدا يقر. وفي هذا الوقت داك الخبير كو كيعطي الرشوه لداك المراجع اللي بان لينا نزيه ورفض الرشوه. قال ليه هذه راه ورقه ديال يا نصيب فيها الربح ديال 2 مليون دولار حتى واحد ما يشك فيك. وغادي يتدخل داك تشانكي مع دخل قتل داك كو لاحو على داك المراجع ومد ليه الورقه ديال يا نصيب. السيد شدها وسكت. الرئيس جانغ وصلاته الخبار ولكن حس بالخطر حيت هاد خينا بدا يقتل اللي بغى. هو يقول ليه راه داك صاحبك شدوه ياك ما غادي يعطي بينا. الغد ليه في المركز ديال البوليس وصلوا بزاف ديال ليفرور جايبين الماكله والبوليس ما فهموا والو ما دوموند حتى واحد شي حاجه. ويدخل تشانكي مشى لداك خونا وصفاها ليه. وفي الليل داك الرئيس جانغ وصلاته الجثه ديال الخبير ويقول للمساعد ديالو راه باين ليا نوبتي جايه خاصك تصفيها ليه قبل ما يوصل ليا. وما يديروا ليه واحد البلان. داروا الجثه ديال داك الخبير في واحد الكونطونيره ديال الحوايج ديال داك اللي كانوا شادينه البوليس باش يبان داك تشانكي قتلهم بجوج. والبوليس شرحوا الجثه وفعلا عرفوا هاد الشيء راه مرتبط بالكازينو. والطبيبه قالت لهم راه الطعنات اللي فيه بحال داك الدري اللي تقتل في الفلبين. وداك الشيء داز في الاخبار واحد مقتول في الكونطونيره جايه من الفلبين. تشانكي عرف راسو راه تفرش مع البوليس وعيط لداك الرئيس جانغ ويقول ليه لا راه غير غلطوا وحطوها تما يكون هاني ما يطرى لك والو. جانغ قال للمساعد ديالو جيب لي شي فردي هاد خونا راه ولا كيخلعني. والبوليس بداو كيقلبوا على داك الخبير كو مع من كان خدام. لقاو انه كان خدام مع الشركه ديال كيو ام اللي الرئيس ديالها هو جانغ. وغادي يمشيو ليهم يعرفوا راه دايرين حفله ديال اطلاق عمله رقميه وغادي يطلعوا للطابق ال20. وفي لاسانسور غتدخل داك تشانكي ويتبرزط حتى البوليس تبرزطوا منه ويدير براسو طالع للطابق 19. ملي شافوهم حتى هما موركين على البوطوني ديال 20. تشانكي ضرب على السبرديله ديال خونا عرفوا بوليسي سيفيل. وصلوا ليطاج 19. سوكدو والبوليسي اللي معاه غادي يتبعهم. كل واحد مشى في جهه. دخلوا للطواليطات. البوليسي الاخر تلاقى مع تشانكي قال لي جبد لاكارت. سوكدو ويتلاقى مع الاخر وبدات المطايف حتى الاخر صحيح صبر على الدق ديال سوكدو. تشانكي بدا كيحكر على داك البوليسي الاخر وباغي يقتلو بالموس. سوكدو جا ليه واحد اخر ولاو جوج محامين عليه ولكن بندخهم. والبوليسي صاحبو كلا العصا. شويه تشانكي شد واحد الفام ميناج ومشى عند سوكدو باش يهرب صاحبو. طعن المراه في العنق ديالها وخلى سوكدو واحل معاها وهرب مع صاحبو ولكن الاخر بقى مغط بلاصه. المهم في التحقيق ما بغاش يعترف لهم. جا ليه سوكدو بواحد الكاسك لبسوا ليه وبدا عليه رطبوا بلاصه. الصباح غادي نعرفوا ان السيده الفام ميناج بخير كتعالج والبوليسي حتى هو راه بخير. ومني قلبوا عليهم عرفوا انهم مرتزقه عسكريين ولاو خدامين مع العصابات حيت جراو عليهم من العسكر بسبب الجرائم اللي كيديروا. وفهموا انهم كانوا غادين عند داك جانغ يعني هو العقل المدبر ديال كاع دوك الجرائم والكازينو. ولكن هان قالت لهم خاصنا شي دليل كيربطهم بجوج. شويه
غادي يعيط عليهم الشاف الكبير، قال لهم خاصكم تعطيوني شي نتائج ملموسه، واش ولينا نلقاو في الجوتات وواحد مات لكم هنا في البوست، واش هادشي راه تخربيق صاحبي. صافي غادي نحيد لكم هاد القضيه وغادي نعطيها لفريق اخر. بغا يطلبوا سوكدو ولكن جرى عليهم. سوكدو بدا يغوت عليه، قال لي اصاحبي ترقيتي وتتبدل علينا وقلبتي وجهك ياك. سوكدو بقى فيه الحال بزاف حتى قربوا يفكوا القضيه وغادي يحيدوها لهم. مشى لذاك المطعم المعلوم وقرا ديك الورقه اللي خلات ليه موت هذاك الدري وتأزم بزاف. شويه وما يبانوا لينا صحابو جاو قالوا لي عرفناك غادي تسكر جينا باش نديوك. وفي الطريق وما يشوفوا واحد الشماكريه محيحين وينزل لهم سوكدو برد فيهم الحر ديالو مزيان، حبسوه غا بزز لي ولي قاتل فيهم شي واحد. ومني وصل البوست ويتفكر داك كلينيكس قال لهم هذوك راه مطاعم بزاف ولكن راه غير واحد اللي مالكم كاملين، وغطيح عليه واحد الفكره جهنميه. ولكن دابا رجعوا لعند الرئيس جانغ اللي مع المساعد ديالو كو كيخططوا يتهناو من داك القتال ديال تشانكي، وبان لينا حط السيرفر ديالو في واحد الخزنه اللي عامره فلوس. وراها غيبان لينا تشانكي في واحد البارطما مع صاحبه. قال لي علاش ما نرجعوش للفلبين، ويقول لي تشانكي خاصني نسالي هاد الخدمه اللي بديت. شويه ويطفى عليهم الضوء، دخل عليهم داك خونا كو مع واحد العصابه. ولكن تشانكي جا قال لي كتقلب عليا وقيله صاحبه يسد عليهم الباب وما يبداو يفرشخوا فيهم. ولاد الحرام مرتزقه قتاله ما عقلوش عليهم كاملين، حماهم ومع محترفين بالموس ما كاين غير شلخ. واخا صاحبو غادي ياكل عصاب واحد الحديده من عند داكو جالي تشانغ وقال لي شوف انت حاقرين عليك كيسخروا فيك من الفوق، غتولي معايا وغادي نوصلوا عليهم. المهم الصباح في البوست ديال البوليس سوكدو كيشرح للكوميسير تايسو راه خاصنا عاود حنا اللي نتبعوهم هما اللي يجيو عندنا، وغادي يطلع على عند الشاف يطلبوا باش يرجع ليه القضيه. ويلقى معاه رئيس الشرطه وجلس على ركابيه كيطلبوا. قال لي راه قربت نشد لك 3 المجرمين في خطره. رئيس الشرطه غادي يعجبو وغادي يتدخل ويوافق ويقول ليه راه القانون كيتدخل من ورا ما كطرى الجريمه، وهذا الشيء قد ياخذ الوقت طويل، خاص نزربو ولكن خاصنا نتعلموا الصبر. سوكدو جمعهم وقال لي الكوميسير تايسو شرح لهم الخطه. غادي يصوبوا موقع ديال الكازينو حتى هما باش يجيو لهم الاخرين يمنعوهم ويفرشخوا لهم هذاك الشيء. سوكدو بدا يقول لهم على الجريمه والوقت، بغى يقلد داك الرئيس ولكن خربقها ما فهموا والو. المهم غادي يمشي عند داك خونا المفروح يقول لي غادي تعاون معنا غادي نبنيو واحد الكازينو. قال لي شنو نربح معكم انا في هذا الشيء، راه نقدر نموت فيها انا. قال لي لا صاحبي راه غادي تولي انت عميل سري معنا، ويعطي واحد البادج في FDA ومعاه عندهم كتنطق بحال بي. قال لي هذيك راه بوليس دارك ارمي يعني شرطه سريه. الاخر تياق وفرح قال لي دابا كيعاملوني بحال شي ضابط. المهم غادي يحولوا البوست عندهم ركبوا فيه واحد السيرفر، وداك المفروح اكد لهم هذاك الشيء عندكم ناضي. ولكن سوكدو غادي يفاجئوا قال لي راه غادي نسافروا للفلبين نصوبوا تما واحد اللوكال حقيقي باش ربطوه مع السيت. وفكروا راه انت دابا صاحبي بوليس دارك ارمي. الاخر تحل ويتحمس وغيمشيو للفلبين وكراو تما واحد الهونغار دار براسو داك المفروح فيليبيني. انستالاو فيه دوك طوابل ديال البوكر، ولكن دوك خوتنا بداو يزيدوا عليهم في الفلوس وقالوا لي انت فيليبيني صاحبي خصك تجي معنا ضد هاد الكوريين. قال لي لا دابا رخص معاهم باش نطيحهم في الشبكه مره اخرى ندوكو لهم البرا. صافي كلشي وجد غادي يطلقوا السيت وبدات الخدمه ديال بصح. وفي هذا الوقت الرئيس جانغ مشى عند المساعد ديالو كون قال لي راه شديت لك داك تشانكي هاك الفردي ديالك وراه دخل عنده راه كاين تماه. بدا يتبع لك عليه فرحان ومشى دخل لقى تشانكي كيتسناه وبان ليه ما مربوطش. سولو تشانكي شنو هو الكود ديال السيرفر. قال لي باغي تعرفوا انت قريب تموت ماشي مشكل. قالوا ليه وتيرا فيه، ولكن لقى الفردي مغشوش. ضربوا داك تشانكي والاخر بدا يغوت راه واخا عرفتي الكود راه ما تقدرش تحلو. ويقطع ليه صبعو دابا نقدر نحلو ياك. ومشى وخلاه لداك كون اللي حاقد عليه من ديك المعامله ديالو. دخل ليه كون قال لي شي كلمه اخيره قبل تموت. جانغ مريض تا هو صافي تحماو عليه وقتلوه. ونرجعوا للفلبين. دوك البروغرامور المختطفين لقاو سيت منافس وقالوه لدوك اللي حاضينهم. عيطوا لتشانكي قال لهم سيروا قضيو عليهم. بداو دوك الدراري كيهاكيو في الموقع والبوليس وما يعيقوا بهم وبداو يوجدوا لهم. وفي الفلبين غادي يعاونوهم البوليس ديال الفلبين. وصلوا هجموا عليهم ما لقاو حتى واحد. شويه وما يخرجوا لهم البوليس بداو يتضاربوا معاهم. ولكن واحد من دوك العصابه شد واحد الدريه خدامه تما وبغى يقتلها، بغى يهرب مدرك بها. ولكن العميل السري ديالنا دار فيها بطال ودار ويعطي بواحد الزرواطه للراس. وفي نفس الوقت في كوريا سوكدو غادي يمشي مع البوليس يشدوا داك جانغ، ولكن تشانكي كان تما وخدا السيرفرات وخلى الفلوس لداك كون كيجمع فيهم. وفي الفلبين البوليس مشاو للبلاصه اللي فيها اللوكال ديال الكازينو الامبراطور. دخلوا وبداو يقبطوا ليه في بنادم، وداك جيمس بوند ديالنا تا هو مشارك معاهم. وغادي يدخلوا لداك السيرفر ولكن خاصهم الكود، واللي بان لهم راه يلاه شي واحد بدلو. غادي يصيفط لهم الاي بي ديال اللي بدل الكود. غادي يلقاوها الادريسه ديال الشركه ديال كيو ام ديال داك جانغ. وما يفرحوا اخيرا لقاو الدليل اللي كيربطهم. سوكدو قرب يوصل. مع وصلوا بدات المداكه تاني وشي كروشيات دخل لهم بحال كيضربهم حيط. وداك
كون بغى يدير فيها بطال يضربو ولكن قنفو ويسولو على جانغ. قال لي راه قتلو تشانكي وهرب للمطار. وفعلا في ذاك الوقت وصل تشانكي للمطار. البوليس بداو كيقلبوا عليه وديكلاراو المطار حتى هما يقلبوا عليه. ما غاديش يبانوا ليهم حتى الكاميرا الاخر قبل يطلعوا وقالوا البوليس راه الرحله ديال مانيلا. تشانكي وصاحبو طلعوا مخلصين فيرست كلاس وفرحانين. سوكدو وصل كيجرب ديك السبردوخه ديالو غيوصل معطل ولكن غادي يعيطوا لديك المضيفه تحل عليه الباب. وصل لهم طلب من الناس كاملين يخرجوا وغينوض تشانكي وصاحبو. سوكدو قال لهم فيرست كلاس اولاد الحرام من ورا ما قتلتو بنادم. ويقول لي تشانكي واش متاكد غب وحدك تقضي الغرض؟ قال لي الصراحه الوحده صعيبه. ويجبد واحد الليكات وقال لهم انا بوليسي ما كنضربش بالجهد ديالي كامل ولكن نتوما غادي نمحطكم. وبدا كيخشي لهم شي خشيان ديال التبطان ولكن تما مع صحاح صبروا للدق. قال لهم بلا ماس ما كتسوى والو. شويه غفلوا وتحماو عليه في واحد اللحظه وبقاو عليه ولكن ناض وبدا يبندخ فيهم. غاوش دو بداك الشيء ديال الاكسجين وما يخنقوه. فك راسو وغيبدا عليهم بحال شي وحش جاعر. غيب الاول ويمشي لداك تشانكي اللي هز واحد الموس ديال الخبز بغى يضربوا به. قال لي واش باغي دهن عليا الكوفيتير؟ هو يقرد داك الموس ويولي ماضي. قال لي دابا غادي نطليك مزيان. ويبدا يضرب فيه وفعلا كيجرحو. بغى يضربو العنق ولكن سوكدو شد بيدو شد على الموس ويبدا يدخل ليه شي كروشيات. الرعد خونا طاح ويبدا يضحك. سوكدو جهر هو يطرقو بركبتو ضربو تران تمغط. وما يبانوا لينا في الفلبين سالاو المهمه ديالهم وشادين في داك العميل السري. وفي المطار ديالنا وصل الكوميسير تايسو كيطمئن على سوكدو اللي سلت. وجات لي ديك المضيفه كاعيه راه ريبتو لي الفيرست كلاس كامله. المهم دازت القضيه ولغد لي الصحافه والحاله والكوميسير تايسو داير فيها واحد البطل قومي. وراها مشاو البوليس زاروا داك القبر ديال السيده اللي قتلوا ليها ولدها وبسببها بدات القضيه. سوكدو حس براسو وفى بالوعد اخيرا. وغنشوفوا داك خونا العامل السري كيحرك في الضوء بديك البورش عنده مدبر على واحد القاوريه وما يشدوا البوليس. قال لهم راني ضابط معاكم ويجبد لهم داك البادج وما ينزلوه بتهمه انتحال صفه الضابط. وقال لي راه داك البادج راه ديال منظمه الغذاء الامريكيه FDA. وغايط على داك سوكدو اللي غادي يضحك عليه. وهكا سال الفيلم ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم التلخيص ونتلاقاو في تلخيصات اخرى. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتبارطاجيو الملخص. تهلاو.